الفل والحلويات عليكم. الاهلي بدأ التصعيد. كمل معايا الفيديو الاخر، شير لايك متابعه عشان نقول كلام حلو. اول خطوات التصعيد هقولها لكم، بس قبلها ميسي وهاني ابو ريده، يعني من انجح اللي مسكوا اتحاد الكوره في اتحاد الكوره المصري، ونجاحات بقى نجاحات ياما في عصر هاني ابو ريده. عمل امبارح كان قاعد مع انفانتينو بيقول له بعد اذنك يا ميسي وانفانتينو، كاس العالم 2034 اللي هيقام في السعوديه ادونا مجموعه من المجموعات نستضيفها. طيب انت هل نسقت مع الاخوه في السعوديه اللي هم هيستضيفوا كاس العالم؟ يقولوا لك تقول ولا ما تقولش؟ لو الوضع بالعكس كنا هنتضايق. هل استشرتهم ولا هي القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها؟ كفايه عشان منظرك وحش، كفايه عشان منظرك وحش. الاولى بدل ما تقعد يعني تطلب وتشحت ان انت تستضيف مجموعه من بطوله انت مش هتنظمها، اقعد حل الموقف، عشان انت اما بتيجي تمسك الاتحاد الكوارث بتحل علينا. اول خطوات التصعيد اللي الاهلي بياخدها، نبه على لاعبي 2005 و2008 قبل الانضمام للمنتخبات المصريه، موافقه كتابيه من مجلس اداره الاهلي. دي اول الخطوات. طبعا لسه نتيجه الماتش ما اتعلنتش، عشان قبل ما الموقف يتصاعد هنشوف هل الاهلي هينسحب. هل اصلا في كوره في مصر لو الاهلي انسحب؟ اشك. تابعوا الموقف. سلام.